السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهارده هنعمل طواجن المكرونة مع بعض زي بتاع المحلات بالظبط، طريقة سهلة وبسيطة جدا. هنحط معانا معلقتين زيت ومعلقتين سمنة، وننزل بثلاث فصوص توم نكون هرسينهم، يعني نكون ندربرهم في كده في الكبة أو دقنهم بالهون. أول ما يفيكوا معانا كده ونقوم جايين يعني يكون لونهم فاتح، ما نخلوش يوصل للون ذهبي ولا اي حاجه، يا دوبك اخد تشويحه واحده كده، ننزل عليهم بمعلقتين خل، ونكون محضرين عصير طماطم حوالي كيلو طماطم معانا، نضربها ونحطها لحد ما تسبك معانا، توصل للمرحله دي، ما نخليهاش تسبيكه كامله، نص تسبيكه كده لحد لسه تكون لسه فيها سوائل، ننزل عليها بملح وفلفل اسود زي ما احنا شايفين كده. هي هنا وصلت لمرحله اللي هي نص تسبيكه، ما تكونش وصلت لمرحله تسبيك كامل عشان يبقى فيها سوائل. هنا بقى معانا لحمه مفرومه متعصجه عادي خالص، كانت موجوده عندي، بنعصجها عادي، بنقطع بصلايه ونشوحها بيها على النار كده لحد ما تستوي معانا، نحط عليها ملح وفلفل اسود وبهارات لحمه. ومعانا مكرونه مش مستويه، نحطها على اللحمه، ونكون نحط عليها الطماطم اللي احنا سبكناها مع بعض زي ما احنا شايفين كده. نحط بقى رشه جبنه رومي ورشه جبنه موتزاريلا، ونزودها حوالي مفيش معلقتين كده ميه عشان تبقى في السوائل فيها كتير، ونغطيها بقى بورق ألمونيوم، ونكون محضرين الفرن على درجة حرارة 220 كده ولا حاجة، على الرف اللي في النص كده. حضرت كل الطواجن، هنحطها في صاج بقى وندخلها في الفرن، تقعد حوالي نص ساعة أو ساعة إلا ربع. هنا بعد ما طلعت معايا من الفرن شايفين عاملة ازاي، طعمها حلو جدا ومستوية من جوه وشاربة كل الصلصة اللي فيها. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة والتفعيل عشان يوصلكوا كل جديد، متنساش بتعليقاتكم.